بعد فشل ثورة عام 1925 وقع قائدها الشيخ سعيد في الأسر، وقدم إلى محكمة الاستقلال في آمد، وفيما يلي جانب من وقائع الجلسة الأخيرة لمحاكمة الشيخ سعيد. القاضي يسأل: حضرة الشيخ، هل تستطيع أن تنكر بأنك أنت الذي أشعلت هذه الثورة؟ الشيخ يجيب: لماذا؟ ومن أجل أي شيء أنكر؟ فأنا مثل الذي قام بها في الماضي، ومثل من سيقوم بها في المستقبل، وأنا مثل كل القيادات الكردية قمت بتلك الثورة. القاضي: ما معنى كلامك في الماضي والمستقبل؟ الشيخ: ما أقوله أن هناك من قام قبلي بالدعوة إلى هذه الحقوق، وسوف يأتي في المستقبل من يطالب بهذه الحقوق مرة أخرى حتى ينتزعوها، ولهذا تجدونني هنا. القاضي: حضرة الشيخ، باعتبارك عالما دينيا، هل إراقة دماء المسلمين جائزة؟ الشيخ: أنتم لا تعترفون بحقوقنا، فلماذا تحملون ترس الدين على كاهلكم؟ إن الكرد يطالبون بحقوقهم السياسية والإنسانية، وأنتم ترتكبون بحقهم الإبادة والمجازر الجماعية، ونحن نقاتل من أجل الدفاع عن أنفسنا، وأنتم تقاتلون بصفتكم محتلين. القاضي: لماذا بعض رفاقك ينكرون التهم الموجهة إليهم؟ الشيخ: هؤلاء ربما يخافون منكم، ولهذا ينكرون حقوقهم المشروعة، ولكن يجب الخوف من محكمة التاريخ والشعب وليس منكم. القاضي: لماذا لم تطالب أنت ورفاقك حقوقكم بالأساليب الدبلوماسية وبدأتم القتال؟ الشيخ: لم يذهب جنودنا إلى أناضول، ولكنكم أنتم أرسلتم جنودكم لقتالنا، وارتكبتم المجازر بحق الأطفال والنساء، وتآمرتم على حقوقنا المنصوص عليها في معاهدة لوزان، ولذلك وجدنا بأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى. القاضي: تدل أجوبتك على أنك لست نادما على ما قمت به من قتل وارتكاب الذنوب. الشيخ: لم يتراجع أحد من الأحرار من طريق المجد والشرف حتى أتراجع. فقررت المحكمة ما يلي: بناء على اعترافاتكم، قررت المحكمة إعدامك مع 48 من رفاقكم المتهمين، وإن ما كنتم تفكرون به من استقلال الكرد وكردستان فستجدونه على أعواد المشنقة. فيقول الشيخ سعيد: إذا ما قمتم بإعدامنا وقتلنا الآن تستطيعون، ولكن عليكم أن تعرفوا جيدا بأنكم لن تستطيعوا إعدام شعب بأكمله وسد الطريق أمام قضيته، وأن دماءنا سوف تزين علم الحرية. عاش أبطال الكرد. ثم ظهر الشيخ سعيد ووجد ما عليه السجناء من الحزن، فألقى كلمة يخفف بها حزنهم ويبشرهم بأن تضحيات الكرد لن تذهب هدرا. وجاء في كلمته: أيها الإخوة الأعزاء، عليكم أن تعرفوا بأنكم جميعا مباركون، كبيركم وصغيركم، وأن بموتنا لن يموت شعبنا، بل سوف يفتح أمامه طريق الاستقلال والحرية. وعليكم أن تعرفوا مرة أخرى بأن شجرة الحرية سوف تسقى بدمائنا، ولقد خرجنا نحن وكل الأبطال المناضلين من هذه الأرض المقدسة، وستبقى لنا فيها جذورنا، وأنتم سند وأساس لبقاء هذا الشعب على هذه الأرض. وفي ساحة الإعدام نصبت السلطات التركية 49 مشنقة، واحتشد الضباط والجنود لرؤية هذا المشهد، في حين كانت الفرقة العسكرية التركية تعزف النشيد القومي التركي، وكان الجنرال مارسال باشا جالسا على الكرسي، وإلى جانبه الشيخ سعيد، ففك قيوده وقال له: خذ هذا القلم واكتب ما تشاء لتبقى ذكرى عزيزة لدي. فرد عليه الشيخ سعيد فقال: ما تقوله ليس بصحيح، أنت لا تريد ذكرى مني، بل تريد معرفة ما إذا كنت أمتلك العزيمة أمام حبل المشنقة أم لا، وهل يداي تستطيعان الكتابة في هذا الظرف أم لا. ولكن من يقود ثورة دائما يتذكر مثل هذه الظروف ويضع أمام عينه هذا الموقف. وأمسك الشيخ سعيد بالقلم وكتب:
الظالمون المستعمرون يلف قلوبهم ستار أسود، ولا يوجد في عقلهم ووجدانهم ذرة من أخلاق ولا شيء من الإنسانية. وعليكم أن تعلموا بأنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام مطالب شعبي إلى الأبد، وسوف تظلمون شعبكم أيضا عندما يتم الثأر من أفعالكم. أما نحن فقد أعلنا عصرا جديدا.